Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya Ustazah Maryam bintu Abdul Rahman. أولاً اسمحوا لي أن أعرفكم على نفسي. اسمي الكاملة أسمانية بنت محمد خيري. عمري 59 عاماً، ولدي بنتان بالغتان. ثانياً بخصوص مؤهلات الأكاديمية وخبرة العملية، تخرجت بدرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والإنشائية من جامعة ليدز بتقدير جيد جدا في عام 1990. ثم عملت كمهندسة لمدة 25 عاما، بدءا من منصب مهندسة صغيرة وانتهاء بمنصب مهندسة كبيرة. ثم تقاعدت في عام 2015. بعد ذلك انتقلت إلى الدراسات الإسلامية من خلال الحصول على دبلومة في الشريعة بمعدل تراكمي 4، مما أهلني لأكون أفضل طالب في تلك التخصص في عام 2019. ثم حصلت على دبلوم أصول الدين بمعدل تراكمي 13.8 في عام 2023، كلاهما من جامعة مالايا. بعد ذلك وصلت دراستي في أصول الدين والفلسفة على مستوى البكالوريوس في عام 2024 في الجامعة الوطنية ماليزيا. أنا الآن في سنة الثالثة. أما الثالث فيتعلق بمهاراتي ونقاط قوتي. أما فيما يتعلق بالمهارات اللغوية فأنا قادرة على التحدث والكتابة والفهم اللغات الملايوية والإنجليزية والعربية بشكل جيد. أما بالنسبة للمهارة الشخصية فأنا ماهرة في استخدام أحدث تطبيقات الكمبيوتر مثل برامج مايكروسوفت سويت وإنتاج الفيديو واستخدام الذكاء الاصطناعي. أما فيما يتعلق بالمهارات الاجتماعية فمن خلال خبرة العملية التي تمتد ل25 عاما، اعتدت على العمل بمفردي أو ضمن مجموعة أو قيادة مجموعة للتعاون مع مجموعات أخرى. يجب إنجاز جميع الأعمال وفقا للمواصفات والإطار الزمني المتفق عليهما. أما الرابع فيتعلق بالتحفيز وأهداف العمل. في الماضي كان لدي العديد من الأصدقاء من غير المسلمين في دراستي وعملي، وحتى بعض المسلمين الذين كانت لديهم نظرة سلبية تجاه الإسلام، لأنني أغطي أعضاء التناسلية يعتقدون أنني أستطيع شرحها. ومع ذلك على الرغم من أن الإسلام هو ديني منذ ولادتي إلا أنني غير قادرة على الإجابة، لأنني نشأت على ممارسة التعاليم الإسلامية دون أن أسأل عن السبب. لذلك أرفض الإجابة، لأنني لست متأكدة من قدرتي على تقديم إجابة صحيحة. ومع ذلك أشعر بالذنب لأنني مسلمة ولكني لا أفهم ديني بعمق. فبناء على ذلك فأنا مصممة على فهم الإسلام بأفضل ما أستطيع. أثناء عملي كنت أدرس من خلال حضور الدروس في أوقات فراغي. عندما تقاعدت من مهنة الهندسة تابعت دراسات الإسلامية على مستوى الدبلومة، وأنا الآن في مستوى البكالوريوس.
بفضل المعرفة والفهم اللذين أملكهما أنا مصممة على أن أصبح فضلا مسلمة، وأن أكون قادرة على الدعوة بشكل أكثر منهجية. وآخراً أكتفي بهذا القدر المعلومات أشارك عن نفسي. شكراً جزيلاً لمشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.